قول ذلك قال المؤلف رحمه الله: وبعد 40 عاما أرسل يوم الاثنين يمين والخلاف من رمضان والربيع الأول وشهر الرقاق أول منزل. متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 مات. طيب، في أي شهر؟ ربيع الأول. وفي أي يوم؟ يوم الاثنين. ما هي أول ما أنزل من القرآن؟ 5 آيات. الأولى من سورة اقرأ، سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات أنزلت من القرآن على الإطلاق. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكما. أي ثم بعد ذلك، بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام، بعد أن جاءه جبريل إلى الغار وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. علمه ماذا جبريل؟ الوضوء. علمه الوضوء. ومعروف الوضوء تعبد لله بغسل ومسح لأعضاء مخصوصة: غسل اليدين واليدين والوجه ومسح الرأس. والصلاة هي عبادة مخصوصة بأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. جبريل وهي ركعتان محكمة لا خلاف، نقل ذلك ابن عبد البر وغيره بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأول البعثة، وأنه كان يصلي بوضوء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون بوضوء قبل نزول آيات الوضوء، صفة الوضوء التي فيها الأمر بالوضوء في سورة المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة. فهي مدنية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك التي في سورة النساء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأمر بالوضوء إن لم يكن هناك وضوء تيمم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل ذلك، كان الصحابة يتوضؤون قبل ذلك كما وضوء. قال الحافظ أبو الحسن بن بطال وتلميذه ابن عبد البر واللفظ له: معلوم عند جميع أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند. ونقله عنه غير واحد من أهل
العلم. ويعني حديث الذي فيه آية يعني الأمر بالتيمم قال فنزلت فيه آية يعني التيمم، ولم نقل آية الوضوء. بن مالك يعني رضي الله عنه قال ونزلت فيه آية التيمم ولم يقل آية الوضوء، لأن الوضوء يعني قد شرع قبل في مكة، آية التيمم إنما نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن فالوضوء كان في مكة، شرعه كان في مكة. والصلاة علمه، أي جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. واختلف العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، قبل الإسراء والمعراج. فيعني منهم من قال أنه كان يعني يصلي صلاة الليل على وجه الفرض عليه، قيام الليل على وجه الفريضة عليه وعلى أصحابه، ثم يعني نسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. وبعض العلماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يعني في أول النهار وركعتين في آخر النهار. هذه هي الصلاة التي كان يصليها قبل يعني الإسراء والمعراج. فالصلوات الخمس فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. وهذا كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا ب10 سنين، فبعض العلماء قالوا هذا أنه كان يصلي ركعتين في أول النهار، واختلفوا هل في وقت الفجر أو في وقت الضحى، وركعتين آخر النهار يعني عند يعني بعد الغروب، بعد غروب الشمس، واستدلوا ب يعني قول الله عز وجل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. استدلوا بحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، ولكن يعني لا يدل هذا على أن هذا قبل الإسراء والمعراج. فحديث عائشة رضي الله عنها قال العلماء أنه أول ما فرضت الصلاة بعد الإسراء والمعراج كانت ركعتين، أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فبعدما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة يعني السفر، تبقى ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، صلاة العشاء ركعتين. أما الصبح فهي فرضت ركعتان وبقيت عليها لأنها يطول فيها القراءة. وأما المغرب فلأنها وتر النهار كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره العلماء من خلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج. هذا يعني كما قال غير واحد من أهل العلم أنه يعني طويل، يعني لا طائل تحته. هذا لا طائل على الخلاف. ما الفائدة؟ كم كان يصلي أو كان صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الإسراء والمعراج ما هي الصلاة وكم كان يصلي. هذا لا فائدة فيه، يعني لا فائدة فيه، وإنما الفائدة فيما هو مفروض علينا الآن. علمنا أن الصلاة مفروضة علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي معروفة: صلاة الفجر ركعتان لأنها تطول فيها القراءة، صلاة الظهر 4 والعصر 4، وصلاة المغرب 3 لأنها وتر النهار، صلاة العشاء 4. وفي السفر تقصر الصلاة الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء. أما الفجر فلا تقصر، وأما المغرب أيضا فلا تقصر في حال السفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم هذا حرف عطف، ثم أي بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، بعد إتيان جبريل عليه الصلاة والسلام إليه وهو في الغار. هذا أول يعني ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. مضت 20 يوم كاملة، مضت 20 يوم كاملة فرمت، أي بعد 20. الباء يعني للعطف وهي للتعقيب. بعد 20 مباشرة اليوم الكاملة رمت الجن نجوم هائلة. وهذا جاء يعني في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، سوق في مكة يجتمع الناس فيه في يوم من يعني الأيام. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. خرج المسلم إلى سوق يعني عكاظ، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. هذا هو الشاهد. وفي لفظ: كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها 10 فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب. أما حديث ابن عباس فهو متفق عليه. فيعني هذا هو يعني هذه الأدلة أن الشياطين يعني رجمت في يعني بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف 20 يوما. وهل كانت الجن ترمى؟ نعم، كانت الجن ترمى قبل ذلك. الجن كانت تسترق السمع، شياطين كانت تسترق السمع من السماء، يوحي الله عز وجل إلى الملائكة يعني الوحي. فالشياطين يعني تقرب من السماء الدنيا فتستمع الكلمة ثم يزيدون فوقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعها يعني الجني فيكذب معها 100 كذبة، فيدخلها الجني في إذن ولي من الكهان فيكذب معها 100 كذبة. هذا الكاهن غير الجن أيضا يكذبون، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه: فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها 10. فكانت الشياطين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ترمى، ولكن يعني قليل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما شددت كما يقول العلماء حراسة السماء، جعلنا السماء وجعلنا فيها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فكثر رمي الشهب وعظم حفظا للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتباس والاختلاس.
فبعد ذلك علموا أن هناك أمر، الشياطين علمت أن هناك أمر مهم، أمر جلل، لن يحصل هكذا الرمي إلا لشيء عظيم. فيعني بحثوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أصحابه كما سيأتي معنا في مسألة إسلام جن نصيبين، سيأتي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذن فبعد 20 من مبعث 20 يوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجمت الشياطين، ومعنى ذلك أن زيد رجم الشياطين، وإلا كانوا قبل ذلك يرجمون وهم يسترقون السمع كما أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن، ما أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن أنهم يسترقون السمع، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني كانوا قبل ذلك يرمون لكن بقليل، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء حفظا للوحي، إن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى وما مر يعني 3 أعوام، بعد مضي 3 أعوام على دعوته سرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليه الصلاة والسلام وأمر بالدعوة، يعني أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كان يدعو سرا، أمر بالدعوة سرا. ثم بعد مضي 3 أعوام من مبعثه عليه الصلاة والسلام، وقيل 3 أعوام بعد عام بعثته كما سيأتي في حديث عائشة، سيأتي معنا ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها في 4 الأعوام، أي بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين في العام الرابع، يعني أمره الله عز وجل أن يجهر بالدعوة في العام الرابع. 3 أعوام مضت، ثم في العام الرابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمره الله عز وجل بأن يجهر بالدعوة. ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ويعني قد رويت في هذا يعني آثار يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو سرا، منها ما روي عن الزهري رحمه الله تعالى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا وجهرا، فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء النساء سرا وجهرا. هذا فيه دليل يعني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سر، والسر كان لمدة 3 أعوام كما جاء عن عبد الله بن كعب بن مالك وغيره. قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في 4. عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا 4 سنين ثم أعلن الدعاء. قال ولا يعارض ما قبله، أي عائشة، قول عائشة 4 سنين سرا لا يعارض ما قوله، فلعل عدت سنة البعثة مع 3 بعدها فقالت 4 سنين. ثم أمر بالجهل بالدعوة، ويعني دليل الأمر بالجهل بالدعوة قول الله عز وجل قم فأنذر، قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك، قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين،
فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي ما جهر بالدعوة يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، أي يدعو يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان، فاجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هناك من يأتي يريد أن يحاربكم في هذا الوادي خلف الجبل، هم سيأتون ويقاتلوكم، هل تصدقون إذا أخبرتكم بهذا الخبر؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني لم نعهدك أنك تكذب، أنت الصادق، كانوا يدعون بالصادق، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما تقول هو صدق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى هذا الحديث بمقارب هذا الحديث، أن لما نزلت أو أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص قال يا فاطمة إني من في هذا الحديث يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحم سأبلها ببلالها. فبعد ذلك أظهر النبي صلى الله عليه أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. عند ذلك اقتاض المشركون وغضب المشركون وجعلوا يعذبون المسلمين، جعلوا يعذبون ضعفاء المسلمين منهم العبيد وكذلك المستضعفين من المسلمين. إذا مرت معنا كم اليوم أبيات؟ 3 أو 4. ثم الوضوء أو الصلاة علمه يريد وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم نائلة، ثم دعا في رابع الأعوام، في لفظ في نسخة في 4 الأعوام، ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى الله سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.